عليكم، اهلا وسهلا بكم ويوم جديد وقناه القلعه البيضاء مع ميدو اسكندر، والفقره اليوميه فقره الفجريه مع احلى زملكاويه. ان شاء الله احنا هنتكلم النهارده على اخبار نادي الزمالك والجديد في اخبار نادي الزمالك. وطبعا نادي الزمالك فاضل ان شاء الله يبقى بطل الكونفدراليه والدوري، فالبطولتين اللي فاضلين كل واحده فيها ليهم اخبار. الطبيعي ان احنا هنقفل اخبار الدوري ومركزين في الكونفدراليه، عندنا فيها ماتش الجاي يوم السبت الجوله الاولى منه، وان شاء الله ربنا يكرمنا. لكن عندنا اخبار مهمه في الدوري لازم نقولها حصلت في سموحه. اول حاجه طبعا زي ما انتم عارفين بالنسبه للجهاز الفني والبعثه سافرت وقفلت على كل افراح مباراه سموحه والفوز على مباراه سموحه، ومركزين زي ما قلنا دلوقتي في الكونفدراليه، ومفيش متابعه اي خالص للسوشيال ميديا للعيبه، وكل اللعيبه سافرت بالمناسبه. وهقول لكم دلوقتي بالنسبه لاصابات اللعيبه وايه اللي حصل فيها اما نيجي لاخبار الكونفدراليه الخاصه بالزمالك. لكن في حاجه مهمه لازم نعلق عليها، كله اتكلم عليها حقيقي، لكن في نقطه برده محدش واخد باله منها. الحارس بتاع مباراه سموحه واللقطه المستفزه اللي هو عملها، وانه يطلع يهاجم مع فرقته وخلاص عايز يجيب جون وساب الجون. واحد يقول لي انت بتقول لقطه مستفزه. لقطه مستفزه. هو الطبيعي انه يخسر؟ لا، الطبيعي انه ما يخسرش، الطبيعي يكون راجل والطبيعي يلعب مع فرقته. لكن لما يكون ده الطبيعي بتاعه، لو هو راجل يبقى ده الطبيعي ماشي. لكن هو، مع انا اسف انا بتكلم راجل كرويا، لكن هو الاربع ماتشات الاولانيين من ساعه ما دخلنا ما كانش بيعمل كده. جون عادي زيه زي مغلوبين من كل الفرق بيه، يعني ما هو حارس كويس برضه عشان نقول الكلام المظبوط، لكن مغلوبين بيه. لكن الماتش دوت ايه اللي خلاه عمل كده؟ الو، انت معار من عندنا من بيراميدز، خلي بالك لو عملت نتيجه ايجابيه انت وزمايلك انت هتاخد وتاخد وتاخد وتاخد. لو الكلام ده اللي بيتقال ده كده، انت كده بالموقف ده اكدت لنا ان هو حقيقه، فانت بتعمل كده ليه؟ وبعدين احنا يجي الاعلام الاهلاوي يقول لك ازاي الزملكاويه بيتكلموا على حارس، انتوا عايزين الحارس ما يطلعش مع فرقته وما يهاجمش وما يعملش وما يلعبش بكل قوه. عايزين، بس مش عايزين عشان عايزين ناس تسيب. اللي بيسيبوا انتوا عارفينهم. انبي اللي لعبته كانت واقفه في المباراه عشان انتوا تطلعوا كاسبين 3، هي دي انبي؟ ولا قدامكم بطه بلدي؟ لا، احنا بنكسب بعرق طول عمرنا، من ايام شيكا كده الحراق ما كان بيعمل لكم كده بعرق، فاحنا متعودين على اللي بيعرق. والدليل على كده ابننا حسام اشرف ما بيلعب بكل قوه وكان هيجيب جون، وادى انفراد من اول 5 دقائق لزميله، والجونه ما جاتش، لا هاجمناه ولا قلنا ولا عدنا ولا عملنا ولا رفعنا له تليفون وقلنا له العب بالراحه، ولا الحاجات اللي انتوا بتعملوها دي، والدوري بيتحسن بره الملعب. لكن لما يبقى حارس يعمل حركه زي دي عيب، ده عيب عيب. لو انت بتلعب ده الطبيعي بتاعك نقول لك شابوه. بمناسبه ان الرجاله اللي احنا بنحترمها وبيعملوا الطبيعي بتاعهم، المباراه اللي بعديها سيراميكا، علي ماهر ده ابن النادي الاهلي بيلعب بكل قوه قدام النادي الاهلي، بيلعب بكل قوه قدام بيراميدز، بيلعب بكل قوه قدام الزمالك، طلع الزمالك من الكاس. ما قلنالوش انت اشمعنى احنا اللي بتلعب قدامنا كده، لان عارفينه راجل بيلعب كده قدام الزمالك، بيلعب كده قدام بيراميدز، بيلعب كده قدام الاهلي، يبقى ده راجل. نقول له كل التحيه وكل، مالناش دعوه هو بيشجع مين، نقول له كل التحيه وكل التقدير. انما حارس زي ده لا، ملوش عندنا احترام. دي حاجه. الخبر الحلو بقى، بما اننا جبنا مجدعه علي ماهر، بس ربنا يبعد مجدعته عننا، والحمد لله هي بعدت بنسبه 50%، لان قوه سيراميكا 50% منها علي ماهر. علي ماهر خد وقف الماتش اللي فات، فهيدير المباراه من المدرجات، وبالتالي ان شاء الله احنا هتبقى ان شاء الله لما الدوري يرجع اخر مباراه يبقى المباراه سهله علينا. كمان اللاعب محمد عبد الله، لاعب الموهوب، لاعب المعار من النادي الاهلي، لاعب جامد جدا للامانه، برضه هيبقى موقوف بسبب الانذارات. فان شاء الله احنا قلنا هنقفل كلام عن الدوري، لكن احنا بس بنعرف الزملكاويه شويه اخبار يبقوا عارفينها. لما يرجع الماتش يتلعب، علي ماهر هيبقى بيدير المباراه من المدرجات للايقاف، محمد عبد الله للايقاف انذارات مش هيلعب المباراه. كمان الزمالك قدم طلب لحكام اجانب للمباراه، لان انتوا عارفين ايه اللي هيحصل على الورق. لسه الدوري مش مضمنش، احنا عايزين نقطه، مالناش دعوه بنتائج لاهلي ولا زمالك ولا بيراميدز. لكن لا قدر الله لو في حاله الخساره الكره في الملعب،
لسه موجود. يعني الحاله الوحيده اللي الزمالك ياخد بيها دوري حتى لو خسر ان الاهلي يتعادل وبيراميدز يتعادل، يبقى احنا ساعتها حتى لو خسرنا ناخد الدوري. فانت طبعا ما تضمنش، الكوره في رجلك، محتاجين نتيجه ايجابيه. لا قدر الله لا قدر الله نتيجه مش ايجابيه والفرقتين التانيين كسبوا، نبقى تالت. فربنا يستر، بس هنخلي الكلام ده لوقته لما يرجع الدوري تاني. احنا دلوقتي مركزين في الكونفدراليه، البعثه كلها سافرت وقفلت على نفسها. بالنسبه للاصابات، اخوان بيسيرا، محمد السيد اهم الاصابات. بنتايك ان شاء الله هيلعب الماتش عادي من غير ما اوجع دماغكم، يعني اقول لكم تفاصيل كل اصابه. بنتايك ان شاء الله هيلعب طبيعي ما فيهوش اي حاجه. محمد السيد شويه، لكن ان شاء الله لو احتاجوه هيبقى موجود الشوط الثاني زي ما بيحصل. بيسيرا برضه هيبقى الشوط الثاني، مش هيبقى الشوط الاولاني، مش هيبدا، واحتمال ما يلعبش خالص لان هيبقى معتمد جمال هيلعب جيم دفاعي بيعتمد على المرتدات، وده الصح وده الطبيعي لان الجمهور هناك جمهور مرعب، جمهور الجزائر، وربنا يستر. فلو احتاجنا بيزيرا الشوط الثاني هينزل، ما احتاجناهوش هنريحه خالص. لو المباراه معديه ايجابيه حتى لو تعادل مش هيلعب، وهيلعب في مباراه العوده المباراه النهائيه. خبر كمان، قدمنا طلب لان الساعه الكامله 70,000 وان شاء الله جاري الموافقه عليه، واول ما ان شاء الله الموافقه الرسميه تيجي هنبلغكم ونعرفكم، وربنا ان شاء الله يكرم ويفرح كل الزملكاويه. وباذن الله باذن الله الكونفدراليه زملكاويه. عايز اقول حاجه للعيبه، انت تعبت عامل زي واحد بيجري ماراثون وقدامه الشريط، ولا قدر الله لا قدر الله وقع قبليه بمتر بمترين، ما عملش حاجه، كان الاول والناس اللي ورا قدموا. احنا السنه اللي فاتت بسبب اللاعب الخاين رقم 25 الجعان وطلعنا قبل نهائي، وكانت فرقه سهله وحصل دروب. ما حدش هيفتكر انك طلعت قبل نهائي. 2015 ايام المجلس السابق اما كان النجم الساحلي طلعنا قبل نهائي، ما حدش هيفتكر. وبرده في مباراه ثانيه كانت مش عارف نهائي ولا قبل نهائي، انا بتكلم في الفتره الاخيره في الكونفدراليه. فمحدش هيفتكر غير البطوله هي اللي ليها قيمه، انما اي حاجه ثانيه لا قدر الله هزيمه ومش اي حاجه من الحاجات اللي لا. انما البطوله هتجيب 4 مليون دولار، هتفك القيد، نخش السنه الجديده بمعنويات كبيره، نحل كل مشاكلنا، تودينا لبطوله كمان بعديها السوبر الافريقي. ومليون ونص دول احنا ما بنتكلمش كفلوس، احنا المميزات ديت ان احنا اهدافنا فلوس من البطوله. احنا رقم واحد عندنا البطوله هي البطوله. رقم 2 بنقول فوائد البطوله هتودينا لبطوله تانية السوبر الافريقي. احنا طبعا دلوقتي التصنيف الثاني صحيح في افريقيا، ان شاء الله لو اتعمل السوبر ليج احنا موجودين مع النادي الاهلي من مصر لو اتعمل، لكن دي كمان هتعللنا التصنيف وتاكد لنا التصنيف الثاني، فنبقى احنا اكيد موجودين. ففوائد كتير جدا جدا جدا، لازم تكملوا رجاله ولازم تكسبوا، وربنا معاكم وربنا يوفقكم، وان شاء الله تعملوا نتيجه ايجابيه هناك، وان شاء الله تيجوا كسبانين كمان مش تعادل هناك، وربنا يكرمكم في النهائي هنا. والكونفدراليه ان شاء الله زملكاويه، وان شاء الله بعديها الدوري، وتكمل باحلى بطولتين واغلى بطولتين السنه دي. ربنا معانا وربنا يكرمنا وربنا يوفقنا، ودعواتكم يا زملكاويه وان شاء الله خير. وبهنا تكون يعني اهم واخر اخبار النهارده خلصت. ولو عجبك المحتوى يا ريت تدعمني وتشترك في القناه عشان كل يوم نبقوا مع بعض بالليل في الفقره الفجريه مع احلى زملكاويه. شكرا ليكم، سلام.